صباحكم فل. جبت لكم مفاجأة وانا وهي النهارده، والزمن طويل. زمن ايه؟ هو يوم واحد كفايه. هقول لكم جبت لكم ايه. لسه طالعه من البحر طازه، سمكه التونه العنيده. عارفه بكام؟ الكيلو ب70 جنيه. يعني بكل بساطه كده بتمن علبه تونه. يلا يا اختي نتجدعن انا وانتي ونعملها. جايباها منين يا حنون؟ جايباها من سوق المسله اللي بحب اروح اجيب منه السمك. اكيد اسواق كتيره فيها لان ده موسم السمك التونه وسمك البربوني وسمك المكرونه. يعني بيبدا الموسم بتاعه من شهر 10، بيبقى الكميه كويسه والاسعار معقوله. سمك المكرونه النهارده الحلوه ب100 جنيه، اللي هي عامله زي صوابع الموز دي. بصي بقى سمكه التونه العنيده دي، وانا وهي والزمن طويل. يلا نشوف هنعملها ازاي وهتطلع لنا كام علبه تونه. يلا بينا. عايزة أقولك ما تغلطيش غلطتي وخلي الراجل يقطعها لك بس وهي بالكفر بتاعها أو بالجلد بتاعها عادي. لأن أنا تعبت في تقطيعها جدا وبذلت مجهود كبير، وفي الآخر اكتشفت إن أنا غلطانة. كان مفروض أفتحها وأغسلها وأنضفها وأسويها على البخار زي ما هي. يعني أنا أول مرة بصراحة أعمل السمكة دي، فقلت أشارككم معايا الطريقة، ولو حد جابها وعملها قبل كده بس مش صواني، لأن أنا مش عايزة أعملها صينية، أنا عايزة أعملها تونة و يعني تديني نتيجة حلوة. هي الطعم بتاعها بصراحة خرافة ومورقة جدا زي التونة، زي علب التونة بالظبط، ما تفرقهاش عنها. ولكن المشكلة اللي قابلتني إن أنا لما قشرتها لونها إغماء، يعني وهي بتتسلق لونها إغماء. فلو انت عندك طريقة أحسن قوليلي. طبعا بذلت قصارى جهدي في ان انا اظبط السمكية، فقطعت الراس بتاعتها. هي احتاجت سكينة مشرشرة عشان تتقطع بسرعة، فالسكينة العادية بتاعتي ما كانتش جايبة معاها نتيجة بصراحة وتعبتني جدا. بس انا المرة الجاية لما هجيبها هفتح بطنها واغسلها وانضفها واشيل الراس، او اخلي الراجل السماك يشيل راسها واحطها تتسوى على البخار بنفس الطريقة كده، وبعدين افصصها واتخلص من الشوك. بعد ما قطعتها طرنشات كده جبت طبق كبير حطيت فيه مية وملح وعصير ليمون كتير جدا. بس ناس في التعليقات قالت لي كان لازم تحطي خل وتنقعيها في الخل، بس انا عارفة ان الخل بيفتت اي بروتين فما حبيتش ان انا اعمل كده. انا غسلتها كويس بشوية مية تحت الحنفية، وبعدين نقعتها في المحلول اللي انا عاملاه ده، اللي هو مية وملح وعصير ليمون. طبعا وانا بقطعها حاولت اتخلص من الشوكة الكبيرة دي، كانت سهلة ما كانتش صعبة. مشيت معايا عادي خالص وقطعتها طرنشات. فكنت قشرت الجزء اللي فوق اللي هو سلخت الجلد بتاعها، الجزء اللي تحت سبته بالجلد. فيبقى انا خدت الفكرتين والطريقتين، بس اللي اتساب بالجلد كان احسن، والجلد ما بيعملش اي مشاكل، بيبقى طري جدا وبتقشر بمنتهى السهولة. طبعا من ضمن العذاب اللي انا اتعذبته ده عيالي كانوا عمالين يضحكوا عليا، وقلت لهم عادي ولا يهمني، انا عامله نصحة وهكملها للاخر. زي ما انتوا شايفين كده نقيت الفصوص اللي انا مقطعاها ونقعتها في المية. طبعا غيرت ريحتها تماما لان عصير الليمون كتير. الليمون ما تستخسريش، الليمون مش غالي دلوقتي، ب15 جنيه كيلو. بعد ما نقعتها كده وغسلتها بدأت جبت الحلة بتاعتي اللي انا هعمل فيها، وانا اخترت اعمل في الوok ده عشان مساحته كبيرة وهيشيل كمية كبيرة. قبل كده كنت عملت السمك الماكريل في الدماسة وكان حلو جدا، بس قلت اجرب المرة دي اعمل كده. ما اضفتش اي مية خالص، حطيت السمك بتاعي حطيت عليه ورق لورو، كام فص حبهان، معلقة ملح، حطيت فنجان خل وقده فنجان زيت وقده فنجان عصير ليمون، يعني زي 100 ملي كده من كل نوع، خل وزيت وعصير ليمون ومعلقة ملح وورق لورو. حطيت شوية كرفس أخضر عندي في التلاجة، حطيت زي ما قلت فصوص حبهان، كام فص توم. الحاجات دي بتغير ريحته وطعمه جدا. علقت عليه نار عالية لحد ما غليت المية، رحت مهدية النار شمعة كده وسبته لمدة ساعة على نار شمعة خالص. كان استوى وبقى زي الفل. طلعته نضفته من الحاجات اللي هي فيه دي،
وما ترميش المية. جهزت البرطمانات، واحد فيه فلفل وشطة وزعتر، روزماري، والتاني فيه فلفل بس. تمام. صفيت المية دي وأضفتها للبرطمانات. يعني طبعا وانا بشيل دلوقتي لو في شوكة ولا في جلدة ولا في اي حاجة بشيلها، بحط جوه البرطمان. صفيت المية كويس ونزلت بيها على البرطمانات. فكرة ان المية تبقى سخنة وتنزلي بيها على البرطمان وتقفلي البرطمان فورا بيطرد اي نسبة هواء. الصهد السخونية ده بيخلي الهواء يطلع بره، وبيبقى البرطمان يعني يقفل زي الكبسولة كده، لما تيجي تفتحيه يعمل صوت الكبسولة. ده بالنسبة لتعبئة السوائل السخنة. طبعا هم عملوا 4 برطمانات، كمية كبيرة طبعا. بس أهم حاجة الطعم، طعمها كان حلو جدا جدا، ولكن اللون ما عجبنيش. اللون من جوه في السمكة بينك، لكن من بره لونها مش حلو، وانا مش عارفة ليه بصراحة يعني. ولكن طعمها كان حلو جدا جدا، والكمية كبيرة لو حبيتي ان انتي تجربيها.